وقاطعين صار 6 اشهر وراجع له وهسه الطول هذا بيسوي له. منطيش ارقام منطيش هي طبعا ازدحم هي مزدحمه عليها ضغط كفاءة يوميا 4000 مريض يوميا بس استشاريه 3000 مصريين كل سنه يزيد 1000 اليوم هاي مليون واحد 4000 مريض يوميا يدخل عياده خارجيه لحد الان هاي كل سنه يزيد 1000 كل سنه يزيد 1000 طبعا لحد الان مسافرين ان شاء الله بس رقم تساؤل السلام عليكم يعني يحصلون على المعالجة أو الحصول على يعني شوفة الطبيب تحتاج إلى وقت ومدافع استاذ في اليوم الواحد بس لا نقدر يعني نقدر شيء يدرس ويقدر قدرة المدينة على الاستيعاب 2000 تقدرون برعاية حقيقية حتى نشوف لنا في مكان آخر نحول عليه الناس الآن لو نزيد عدد الطاقم ما ماذا يتحمل الشهوة كثيرة اي استاذ احنا نقدر نرجع الى كوننا احنا اخر مركز نقدر بهدوء وباعلام انه المرضى اللي عندهم ترى نفس المستشفى الفلاني او نزيد اذا بها مجال. صحيح والمشكله مساحه المكان يعني لسه احنا نستعمل الاستشاريات في اقصى طاقه ممكنه. هذا ما عندكم قدره استيعاب بالمكان الا اذا نبني يعني ابنيه اخرى وحقيقه احنا نشوف مثلا هذا كشف المفك للسرطان مستشفى حروق قنبله يعني همدة تتوسع المدينه لان اكو طلب على السلام عليكم. الله يحفظك الله ينصرك. الاستشاريه هذا وكيل الاداره الاستشاريه هذا تخطيط شوف هاي الاستشاريات هاي التخصصات الموجوده عندنا حسب المكانات الموزعيه يعني كل الاختصاصات موجوده. اللي عفوا دكتور الكلام اللي يتناقلوا الناس انه عندكم 24 36 مصعد بالمديريه او كلها عاطله اللي يحب يصعد من طابق لطابق يكون يتصلون بالموظفه تجي او ما تجي والمريض الكبير ما يقدر يصعد. شنو قضيه المصاعد؟ انا مره جابوا لي وقالوا هذه الا الشركه نفسها الاصليه ووافقنا وقلنا حتى لو من الطوارئ نسويها. فشنو اللي مانعكم من تصليح المصاعد حتى تسهل حركه الناس بين الطوابق المديريه؟ استاذ هو جزء من عندنا احنا 8 مصاعد في مدينه الطب المستشفى الاصليه اللي هاي مصممه من سنه ال70 بقدره استيعابيه معينه للمرضى بدون مرافقين. احنا عدد اللي يدخلون المصاعد 10000 شخص يوميا فهذا يعني اللي يتحركون في المستشفى 10000 شخص بين مريض 1000 مريض و1000 مرافق و1000 مراجع. فهذا ويا الاستيعاب ال70 ما ممكن يعني حتى لو احنا 6 من 8 دا يشتغلون هسه اكو مصعدين عاطله فعلا عاطله وتصليحا اعتقد تقنيا صعب بس الباقي اذا تشتغل 6 مصاعد لكن الكفاءه هاي ما تكفي. انا بصراحه اقول لك التقرير اللي وصلني ان المصعد ما يشتغل الا بحضور الموظفه والموظفه ما تحضر. اكيد احنا مو اكو ذولا هم حققنا وياهم وعاقبناهم. موظفه يكون الناس اللي تصعد وتنزل ومرضى هو اللي جاي مدينه الطب شنو جاي رياضي اللي يلعب رياضه لو هو جاي مريض. لما هذه الموظفه او الموظف عايف المصعد ورايح يكون يتصلون بي بالتليفون تعال اكو عندك مريض يصعد هذا الكلام يكون يعالج. اولا حاليا الموظفين المسؤولين العاملين على اجهزه يكون 24 ساعه موجود في عمله ماكو يتبدل يتغير تعاقد. ثانيا تصليح الاجهزه العاطله يعني اكتبوا لنا قولوا لنا خلي وزاره الصحه عندها امكانيات خلينا نصلحها. بس هذا الكلام مو بس لكم في المدينه بس لان المدينه طوابق وكذا انه كل المريض من يجي للمستشفى هو ما جاي للمستشفى الا مريض تعبان ويريد علاج ويريد وضعه النفسي وحالته امل انه يستقبل من الطبيب ويستقبل من الدائره ويجد فد وسائل راحه. بس من يجي يشوف نفسه مطرود ويشوف نفسه هذا المصعد ما حد يشغل الهيئه الا اللي عنده واسطه يشغل ولا المصعد اللي ما عنده واسطه يجوز ما يقدر يصعد للطابق الرابع وهو رجل كبير تنعكس هذه الصوره سلبيه والمعكوس هذا على المدينه ترى. لذلك ارجو انه تسوي لي فرد اجراء سريع
وعبر وزارة الصحة وعبر مجلس الوزراء حتى نتخذ وياكم دولة الرئيس إجراءات نعم. إذا تسمح لي، يعني هي المصاعد حالة المعهد المتخصص وزارة الصناعة زين. يعني بال 2006 المشكلة اللي صارت 2006 نعم دولة الرئيس، والآن 2011 مصاعد ما تصلح. المشكلة أنه المعهد المتخصص ما يعني وفي بالتزاماته، عارف المصاعد وما زالت المصاعد غير مستلمة، ما زالت المصاعد لحد الآن غير مستلمة. تابعوها قلوا لنا هذا المعهد المتخصص ما اشتغل، المصاعد من سنة 2006 لحد الآن عاطلة، الناس تعاني، المدينة عملها يتأخر يتلكى، حتى نشوف هذا المعهد المتخصص إذا ما عنده إمكانية خليه يروح، نجيب غيره، نجيب الشركة الأصلية، نبدل الأجهزة. يعني مو معقول البلد مو فقير إلى هالدرجة يعني بحيث تتعطل أجهزة المرضى وإحنا ما نقدر نصلحها. أما انتظاركم لا والله هذا يؤخر عليكم نقطة فيها، يعني تنتظرون معهد متخصص وهو غير. لا احنا انا هنا غير واضح، ما زلنا احنا نصلح دول الرئيس، يعني احنا حاليا احنا نصلح على. يبدو لي حسب التقرير اللي اجاني انه هاي تصليحاتنا تصليحات المحليه هنا، أنا ما راح اصلح لكم الاجهزه، يكون تجي الشركه الاصليه وخل تجي الشركه الاصليه، يعني مو مشكله هسه موجوده الشركه الاصليه اللي نصبت تجي اما تعيدهن واما تصلحهن تبدل اجهزتهن. لذلك ارجو ان تكون هذا الموضوع اهتمام. موضوع الادويه هم، هل 10% المتبقيه المريض يحتاجها من الخارج؟ هم خلي يصير فيها عرض. هو هاي رئيس الوزراء عندنا المشكله وين؟ هاي اجتهاد الطبيب. نوبات يجتهد بدل ما يشوف الطبيب الدواء البديل يجتهد، قاري مقاله في مكان سجل. هذا السيد مدير المستشفى يكون يجمع اطباء يقول لهم حتى لا تتعبون المريض، والناس هم قدراتها الماديه ضعيفه، بدل ما تروح تكتب له دواء بديل ما موجود، البديل الموجود اكتب لي اياه اللي مجاني. والله حاول هم للسرعه او هم لتخفيف الضغط على الناس. رجاء يجمعوا الاطباء واحكوا وياهم هذا الحكي، لا يظل يعني يطرح المثال من الادويه الاجنبيه مثلا، لا اكو بديل، خليه يكتب البديل. بس مو دائما احنا نروح للصيدليات يقول والله هذا مو موجود، اكو هذا بديله، نقول له اعطينا بديله. ايش معنى بالمستشفى ما يمشي البديل؟ ومعاليكم يحتاج جزء من، احنا شوي نمر ببعض الاحيان نسبة الرغبة أكثر من 25%، فنحتاج الى شوي زياده في ميزانيه مثل المستلزمات او ميزانيه الادويه ان شاء الله. معاليكم صورة وياك. وين تلقيه هاي الصورة؟ شكرا جزيلا. يعني هي مدينه كبيره، انا حاطط لها برنامج كبير بعد ما ايدي قلوبي بيد الواحد. علاج المريض تعالي للطابق الثاني حول على الجنة. تعالي الطابق الثاني وزارة الصحة تقدر حاجة. في العام تعالي هم الاخوان دول هم اللي يشوفوا الاداره اللي يشوفوا لو ودينا في الخارج المتبرع، جيب المتبرع ندبرها هنا دبرها دكتور ثاني ولا ما روح له. مرني انا احلك دكتور هاني. ها يلا